أفضل توقيت زمني ما زال مسجلا تحت أقدام مياس نزار بن عمارة السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شوط الختام، الشوط العاشر للقعدان. الحقائق المسافة هي 4 كيلومترات. لا يفوتني أن أشكر الزميل جابر بن مطرق الهاجري وكذلك الزميل عايش بن فهيد شلاقي على ما قدموه من إذاعة وتعليق مميز في الأشواط الماضية، وكذلك أشكر حمود بن قبيل المصور في سيارة الإذاعة، وكذلك منصور بن صافي وجميع الزملاء وجميع اللجنة المنظمة لهذا الميدان على جهودهم لإنجاح هذه الانطلاقات. نتمنى لهم التوفيق. إذن مع المقدمة نسير مع الهاجس للسيد المركز الأول، الهاجس السيد الهواري محمد. ثاني المراكز ننتقل لثاني المراكز، ميقوع للسيد جابر الشراري على ثاني المراكز. ثالثا يصل شديد للسيد أحمد نجم العطوي على ثالث المراكز. ورابع المراكز في هذه اللحظات هنا شاهين للسيد تركي بن مطيع الظفيري. خامس المراكز يصل الواصل للسيد سليم بن مسعود الجهني على خامس المراكز. متابعينا الكرام، نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة. الهاجس السيد محمد الهواري السوداني الذي يسيطر على المقدمة، هو الذي أعلن تهديده في هذا الشوط في هذه اللحظات. ثاني المراكز يصل وميقوع للسيد جابر الشراري على ثاني المراكز. وثالث المراكز هنا شديد للسيد أحمد بن نجم العطوي. وخامس أو رابع المراكز هنا في هذه اللحظات هو شعار سليم بن مسعود الجهني مع الواصل. خامسا في هذه اللحظات شاهين للسيد تركي بن مطيع الظفيري على خامس المراكز. إذا نذكر السادة الكرام أن انطلاقة الفترة المسائية لسن الكبار الساعة 4 بعد العصر، وكذلك يذكرون أن هناك فقط شوطين لسن الجذاع لقلة الأعداد. إذا متابعينا الكرام، نعود إلى مجريات هذا الشوط، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. هنا الميقوع لسيد جابر الشراري الذي يسيطر على المقدمة، يسيطر تمام السيطرة في هذه اللحظات. إذا ثاني المراكز، نتابع على ثاني المراكز هنا شديد للسيد أحمد بن نجم العطوي. وثالثا يصل وفي هذه اللحظات الواصل للسيد سليم بن مسعود الجهني. متابعينا الكرام، رابعا في هذه اللحظات الهاجس للسيد محمد الهواري السوداني. خامسا شاهين للسيد تركي بن مطيع الظفيري على رابع المراكز الذي يغير إلى رابع المراكز. خامسا هناك يصل شعار محمد بن عويض الجهني. متابعينا الكرام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. ومع المنعطف الأخير هناك سيارة بالانتظار، كذلك الناموس ختام هذه الفترة الصباحية. هناك سيارة وناموس. من له هذا النصيب في ختام هذه الأشواط؟ إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. ومع ميقوع للسيد جابر
الشراري الذي يسيطر مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. وثاني المراكز يصل شعار سليم بن مسعود الجهني مع الواصل. إذن ثالث المراكز في هذه اللحظات شديد لسيد أحمد بن نجم العطوي. رابعا نرى شعار خلف الفرتاج الشمري مع شبر. إذن متابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى من يسيطر في المقدمة، من يسيطر على زمام الأمور. إذن في هذه اللحظات الشراري مسيطر تمام السيطرة مع ميقوع جابر الشراري الذي إذن الشراري في المقدمة. متابعينا الكرام، نرى ثاني المراكز النداء الأول للشبابي لسيد حمد عوض السوداني، وكذلك في الملازمة ثالث المراكز يصل في هذه اللحظات شبر للسيد خلف فرتاج الشمري. إذا نقلع نبحر إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. السيارة بانت يا شراري. نتمنى التوفيق للجميع متابعينا مشاهدين الكرام. الله الله الله، هناك إلى طبرجل إلى ميدان شيبة يهدى ختام الناموس، تهدى السيارة. يلا يا أبو هاني، يلا ما شاء الله تبارك الله. إذا تهانينا والناموس لصاحب المركز الأول لانتزاع سيارة ختام الأشواط الشراري جابر الشراري مع ميقوع. ثاني المراكز يصل شعار الفرتاج خلف الفرتاج مع الشبر. وثالث المراكز الشبابي لحمد الدولابي، حمد عوض الدولابي. ورابعا يصل في هذه اللحظات النداوي لسيد حمود بن صلاح الجهني. إذا تهانينا والناموس لجابر